ارباب ديال المقاهي والمطاعم في المدينه اللي تضرروا من هذا الشيء ديال المهرجان اللي وقع البارح. التقيتوا اليوم مع المسؤول في العمل ياك؟ شنو كانت اهم؟ كان لقاء ايجابي بالنسبه للكاتب العام. عطانا وعود بان اصل الداء انه يحط يده على اصل الداء، لان اصل الداء هو المنصه اللي كتحط في بلاصه اسبانيا ديال التموقع ديالها، ماشي هو هذاك المحل ديالو، لان ما يمكنش في بلاصه اسبانيا يعني تجمع يعني ديك الزخم ديال المشجعين او المتفرجين او يعني كتعرف مدينه العرائس، كتعرف يعني بعض المناطق القرويه كيجيو من المناطق القرويه كيجيو من قصر كبير مشوا الاربع، وحجم يعني المغنيات الدوليه يعني كتجمع يعني الزخم ديال البشر، ولهذا من الناحيه ديال بلاصه اسبانيا ما يمكنش تجمع داك الشيء هذاك، ولهذا هذا هو المشكل اللي وقع. هذيك التدافع وديك يعني الضرب والجرح بالنسبه لبلاصه اسبانيا هو وعد صادق بان من بلاصه اسبانيا ما يبقاش يعملوا فيها المهرجانات، اي مهرجان ماشي الا مهرجان ديال عبد الصمد الكنفاوي، لان هذاك هو المتنفس ديال المدينه. كيف يعقل ان المدينه يعني اصلا في الصيف كتكون يعني مزدحمه، فاذا به انت غتزيد مهرجان امام المقاهي يعني امام الديور ديال الناس، ما كاين حتى واحد، ما يمكنش. دابا عطاني وعد باش ان المنصه ديال المهرجان تزول من تما، ونتمنى الله انه يكون سليم. وفيما يخص مثلا الاضرار والتعويضات وكذا، كان شي نقاش عليها؟ الاخوان ديال المقاهي والمطاعم انهم يعني بغاو باش يعني يحصروا الخسائر ديالهم، وغادي يقصدوا عبد الصمد الكنفاوي كجمعيه، لان هي كيسميوها هي المسؤوله على المهرجان، يعني بامكانهم انهم يديروا واحد المحامي يعني يدافع عليه. وفيما يخص دابا المطاعم ديالكم والمقاهي، واش غتبقى مشدوده الى اي؟ لان غتحلوا اليوم اتفاق مع الكاتب العام انه يعني هذه المشاكل مع رئيس الامن انه يوفر الامن في المدينه، يعني هذا تفتح الابواب ديال المقاهي ديالهم بالنسبه للمقاهي ديالهم بالنسبه للزوار، لان هذا موسم الصيف ما يمكنش الناس اللي كتنتظر هذا الموسم فارغ الصبر، واذا به انهم يشدوا المحلات ديالهم. هذه كانت واقفه يعني واحد 4 ساعات ولا 5 ساعات احتجاجا على هذا الشيء اللي وقع بالنسبه لهذه. والناس مالين المقاهي راهما قادرين باش يزيدوا يعني في النضال ديالهم باش يحققوا هذا الشيء ديالهم كامل، ولكن التنسيق مع السلطات المحليه. نعم، شكرا.